السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح مسائل شابتر 2 في الأوبتكس. عندي هنا بيقول السؤال الأولاني: لو أنا عندي light wave traveling in a glass of n بتساوي 1.5 if إن ال E اللي هو الماجنتيود بتاع الإلكتريك فيلد بيساوي 100. find أول حاجة المagnetic فيلد اللي هو ال H. تاني حاجة عايز يحسب الافريج فلكس. هي مكتوبة في السؤال غلط، لكن هو الصح انه يقول احسب لي الماجنتيود بتاع الافريج فلكس. طيب هنحسب ال H ازاي؟ ال H بكل بساطة ال H نوت بتساوي N E نوت على Z نوت. الزد نوت ديت اللي هي 1 على Z نوت، ممكن اعوض عنها بسكوير روت ابسلون نوت على ميو نوت. ده كده ايه الزد نوت اللي هو الامبيدنس بتاعت الفري سبيس. وانا هاخد كل ده رقم ثابت مش هيفرق معايا في حاجة. ده الرقم ده بيساوي 1/377، واعوض ب100 واعوض ب1.5 تطلع معايا الاتش نوت بكل بساطة. وكذلك الاس اللي هي الافريج بوينتنج فلكس او الافريج بوينتنج فيكتور هي بتساوي هاف اي نوت في الاتش نوت. ده كده إيه السؤال الاولاني، وسؤال سهل مفهوش اي مشكلة. السؤال التاني عايز يحسب الريفلكتنس اللي هي الار للمية H2O. ال N بتاعتها 1.33 for TA و TM، واداني الانجلز اللي هو عايز يحسب عندها. طيب طبعا يعني الزيرو والناينتي دول سبيشال كيسز، فممكن نحسبهم على طول مرة واحدة. زي ايه؟ انا مش حافظ القانون طبعا، فعند الزيرو والناينتي على طول انا عارف ان عند الناينتي الار اندبندنت على الان، وان الار تي اي اللي هي ترانسفيرس الكتريك او الريفلكتنس للترانسفيرس ماجنتيك الاتنين بيساووا 1. لكن ان كيس ان الثيتا عندك بزيرو، فالار للترانسفيرس الكتريك او الترانسفيرس ماجنتيك بتساوي 1 ماينس ان على 1 بلس ان، كل ده اول سكويرد وهيطلع معاك ب 0.02. طيب فور اذر انجلز، لا بقى فور اذر انجلز انت لازم تبقى حافظ القانون اللي هو الار تي بيساوي مودولس كوزاين ماينس روت ان سكويرد ماينس ساين سكويرد على كوزاين ثيتا بلس روت ان سكويرد ماينس ساين سكويرد. زي ما قلت كل ده اول سكويرد، واحسب بقى فور ثيتا ب10 درجات والثيتا ب45، هيطلع معايا ب 0.021 والتانية ب 0.0523. لازم تلاحظ حاجة، ان كل ما الثيتا تزيد كل ما الار لازم تزيد. لو لقيت طبعا الار ما زادتش يبقى انت كنت حاسب حاجة غلط، او يعني معوض تعويضة غلط. دي بالنسبة للسؤال رقم 3، انا عايز احسب الكريتيكال انجل والبرويستر انجل. طيب اول حاجة لل H2O، تاني حاجة للجلاس. في البداية خالص هبدأ بال H2O. في ال H2O لازم أسأل نفسي أول حاجة، هل هو internal reflection ولا external reflection؟ يعني ايه الفرق ما بين الاتنين؟ internal reflection يعني انا بمشي من ال N الكبيرة لل N الصغيرة، او من ال large N لل low N. لكن في ال external reflection لا، انا بمشي من ال low N لل large N. فده فرق لازم اخده في الحسبان. طيب في ال internal reflection بيكون عندي critical angle و periwester angle، لكن في ال external reflection نتيجة ان ال E داش على ال E دايما real، فانا ما عنديش كريتيكال انجل وعندي بس برويستر انجل. طيب نبدا بالانترنال انجل. لو انا ماشي من الان الكبيره للان الصغيره، يعني هبقى فين؟ هبقى في الكلاس وبعدين انا طالع للاير. طيب الان بتساوي n2 over n1. طيب n2 ده المكان اللي انا رحت له، النهايه بتاعتي الفاينل بوزيشن بتاعي. الفاينل بوزيشن بتاعي كان في الاير اللي هو بواحد، على n1 ده الانيشال بوزيشن بتاعي. الانيشال بوزيشن بتاعي انا كنت في الجلاس عند 1.33. فساعتها لما اجي احسب الكريتيكال انجل هي ساين نيجاتيف 1 ان، هتطلع معايا ب 48 وشويه. لما اجي احسب البرويستر انجل هتطلع معايا بتساوي 36 بوينت رقم صغير. حلو قوي. ده بالنسبه للانترنال. بالنسبه بقى للاكسترنال ريفليكشن، فانا همشي من اللو للهاي، يعني انا من قليل للكبير. طيب يعني من الاير للجلاس. طيب لو انا عندي بقى ال n بتاعتي بتساوي n2 over n1، يبقى انا الانيشال بوزيشن بتاعي كان في الاير اللي هو بواحد، والفاينل بوزيشن بتاعي انا في الكلاس يبقى اللي هو بكام؟ ب 1.33. يبقى انا كده ما عنديش critical angle، لان احنا قلنا critical angle مش هتظهر عندي، لان كل الاي داش على الاي بيطلع ريال لكل قيم سيتا، على عكس الانترنال ريفليكشن بيطلع عندي imaginary عند سيتا اكبر من او تساوي الكريتيكال انجل. فعندي طبعا بيرويستر في كل الحالات. البيرويستر انجل بتاعتي هتساوي
53.1 دي بجيبها بتان نيجاتيف 1 ال n دي. يعني أنا في الجزء التاني أنا عوضت بال n ب 1.33، في الجزء ده أنا عوضت بال n ب 1 over 1.33، ففي فرق ما بين الاتنين طبعا كبير جدا. في الفنت جلاس ما اختلفتش المسألة كتير. في الفنت جلاس برضو نفس الفكرة، عندي internal reflection و external reflection. الانترنال reflection برضو هحسب له السيتا سي اللي هي الكريتيكال انجل والبرويستر انجل. طيب عشان احسب الكريتيكال انجل اول حاجه اجيب ال n احنا قلنا هي بتساوي n2 over n1. n2 قلنا ده الفاينل بوزيشن و n1 هو الانيشال بوزيشن. قلنا internal reflection يعني انا بتحرك من الكبير للصغير، يعني انا بتحرك من الهاي لللو. طيب من الهاي ان، الهاي بتاعي اللي هو ايه؟ اللي هو كان الجلاس. طيب يعني ال N1 بتاعتي هي كانت بتاعت الجلاس اللي هي 1.75. طب ال N2، لا ال N2 بتاعتي هي الاير، المكان اللي انا رحت له، فالاير ال N بتاعته بواحد. اعمل بقى السيتا سي ساين نيجاتيف 1 ان هتطلع معايا ب 34، والبرويستر انجل تان نيجاتيف 1 هتطلع معايا ب 29. بالنسبة للاكسترنال ريفليكشن فهيبقى عندي سيتا بي بس، قلنا مش هيبقى عندي في الاكسترنال ريفليكشن غير البرويستر انجل اللي هي التان نيجاتيف 1 ان، ولكن ال n دي غير ال n دي، فهنحسب ال n هي n2 over n1. هنا بقى في الاكسترنال انا كنت فين؟ كنت في اللو ورحت للهاي. يعني الانيشال بوزيشن كان بتاعي في اللو اللي هو الاير بواحد، ورحت للهاي للفاينل بوزيشن بتاعي اللي هو 1.75. هيطلع معايا ان السيتا بي تقريبا ب60 ديجري وحاجة بسيطة. في السؤال الرابع مديني الكريتيكال انجل بتاعت الجلاس، وقال لي الكريتيكال انجل دي حصلت عند توتال انترنال ريفليكشن، وان السيتا بي انا عايز اجيبها اللي هي البرويستر انجل، وقال لي فور انترنال واكسترنال، يعني انا عايز السيتا بي للانترنال والاكسترنال ريفليكشن. طيب انا عارف ان قانون الكريتيكال انجل ان هي سيتا سي بتساوي ساين نيجاتيف 1 اللي هو شيفت ساين على الآلة يعني للان، يعني اعرف اجيب الان لوحدها بكام؟ ما انا معايا دي، يبقى ساين 45 انا كده جبت الان. ساين 45 تطلع معاك ب 1 اوفر روت 2. حلو قوي. طب الان دي بتساوي ايه؟ ان 2 على ان 1 في التوتال انترنال، يعني انا بمشي من الهاي لللو، يعني الانيشال بوزيشن بتاعي كان الهاي معرفوش بكام، لللو اللي هو الاير اللي هو بواحد، يبقى 1 اوفر روت 2 هتساوي 1 اوفر ان 1. واحد على حاجة بيساوي واحد على حاجة، طالما اللي فوق زي اللي فوق يبقى اللي تحت زي اللي تحت، يبقى ان 1 بتساوي روت 2 للجلاس. طيب لو انا عايز اجيب بقى السيتا بير ويستر، تان نيجاتيف 1 للان. في الانترنال كيس انا مديني اصلا الان بتاعتي بكام؟ بواحد على روت 2 دي اللي انا جبتها، هعوض بيها تطلع معايا ب 35. طب في الاكسترنال كيس هل هعوض بنفس الان دي؟ لا طبعا، لان دي بتاعت الانترنال. هقول ان ال n بتساوي n2 over n1. الانيشال بوزيشن بتاعي في الاكسترنال بيبقى الاير، والفاينل بوزيشن بتاعي كان روت 2 اللي هو جوه الجلاس، يبقى انا هعوض بروت 2 جوه هنا في السيتا بير ويستر في الاكسترنال، لان زي ما احنا عرفنا قبل كده ان الاكسترنال هو من اللو للهاي. هعرفها بقى خلاص اخر مرة هقولها، الانترنال من الهاي لللو، لكن الاكسترنال من اللو للهاي. سؤال رقم 5، أنا عايز أحسب الدي اللي هي السكنس بتاعت الكوارتر ويف بليت اللي هعمله من الكوارتز عشان يعمل لي linearly polarized ل wavelengths 600 نانو متر، ومديني التو ريفراكتيف اندسيز بتوع الكوارتز. بطبق القانون عادي بكل بساطة، دي بتساوي لاندا على 4 مودولس n1 minus n2، وهعوض بالقانون هيطلع معايا الناتج في الآخر 16.5 مايكرو أمبير. يبقى دي السكنس بتاع الحتة الصغيرة، الشيب الصغيرة اللي هعملها من الكوارتز اللي هستخدمها في الكوارتر ويف بليت عشان أقدر أعمل لينير بولاريزيشن. في السؤال رقم 6 طالب مني الريفلكتنس للترانسفيرس الكتريك والترانسفيرس ماجنتيك، وبالمرة بيقول لك هات لي ترانسميتنس، واداك السيتا واداك الان. ده سؤال تعويض مباشر، هكتب القانون وعوض في القانون يطلع معايا الريفلكتنس للتي اي والتي ام، وبعد كده هقول 1 ماينس الار للتي اي، هيطلع معايا الترانسميتنس في التو كيسز. يعني سؤال مفهوش اي فكرة خالص. اخر سؤالين معانا بس هو بيلعب شوية بالالفاظ، بيقول لو انا عندي linearly polarized wave وقال لي ان الالكتريك فيلد فيكتور perpendicular على البلين اوف انسيدنس، قال لي ان هو perpendicular على البلين اوف انسيدنس، يبقى هو عايز الار تي اي.
طب لو قال لي ان ال H هي اللي perpendicular على ال plane of incidence، يبقى هو عايز ال R H E. يعني ممكن يجي لك في الامتحان بدل ما يقول لك ال E تبقى ال H، فانت تبقى عارف ال perpendicular على ال plane of incidence هو اللي احنا هنستخدمه. يعني لو كانت ال E يبقى transverse electric، لو كانت ال H تبقى transverse magnetic. فالريفلكتنس للترانسفيرس الكتريك هنستخدم القانون وتطلع معانا ب 0.05 يعني 5%. يبقى الترانسميترز بتاعي هو 95% اللي هو 0.95. حلو قوي. بالنسبة للسؤال اللي بعده بنفس الفكرة، بس قال لك بقى ايه؟ الالكتريك فيلد بيأوسيليت في البلين اوف انسيدنس. يعني هنا قال لك ان الالكتريك فيلد بيأوسيليت في البلين اوف انسيدنس مش نورمال على البلين اوف انسيدنس. يبقى تلقائي تعرف ان ايه اللي انا عايز؟ الريفلكتنس للترانسفيرس ماجنتيك. وبنفس الطريقة هكتب القانون وهيطلع معايا ب 0.014، وهجيب الترانسميتنس بتاعي يطلع ب 0.986. ودي كده كانوا التمن أسئلة بتوعنا، ولو حد عنده أي استفسار ممكن يكلمني.